ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حماد على قناة حياتك احلى من عند محمد. هعمل معاكم النهارده رز بلبن فيه فكرة مختلفة شوية عن الافكار اللي عملتها معاكم قبل كده. زي ما وعدتكم ان انا هعمل لكم الرز بلبن فيه افكار مختلفة، غير الرز بلبن التقليدي اللي احنا بنعمله. الفكرة بقى اللي انا هعملها معاكم النهارده ان انا هعمل رز بلبن وفيه حلاوة المولد. ازاي؟ تابعوا الفيديو للاخر وهوريكم بقى ايه ازاي هعمل الرز بلبن وفيه حلاوه المولد. جبت حله كبيره وحطيت فيها لتر من اللبن البلدي، زي ما انا قلت لكم. عشان الرز بلبن يديك النتيجه زي بتاعت بره واحسن، لازم تشتغل بلبن بلدي مش لبن معلب. وهحط كوبايه وسط من الرز بلبن هحط كوبايه وسط من الرز البلدي مش مغسول ومش منقوع. وفي نفس الكوبايه هحط 3 كوبايات ميه سخنه في نفس الكوبايه اللي انا حطيت فيها الرز، عشان الرز بلبن يديلي كميه اكبر. هحط الكوبايه الاولى، هحط الكوبايه الثانيه، واحط الكوبايه الثالثه. هقلب كل المكونات على الباقي كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى ايه، هفتح عليه النار وهسيبه بقى يستوي على نار هاديه خالص. هفتح عليه النار هسيبه يستوي على نار هاديه واقفل عليه. هفتح الرز بلبن بتاعي كده زي ما انتم شايفين كده. خلاص الرز استوى معايا. بعرف ازاي؟ باخد الرزايه وبختبرها. لما بلاقي الرزايه اتهرست ايه معايا، يبقى كده الرز استوى. لو الرزايه ما اتهرستش معايا يبقى كده الرز ايه، ناقص سوا. بصوا، وبعد كده انت كمان بتعرفي بالنظر. بصوا دي الرزايه مستويه، تبقى ايه، طولت كده وكبرت اهي اهو. انا بحاول بس اوريكم كده، تعرفي من النظر كده تلاقي الرز ايه، الرزايه مستويه. هضيف بقى ايه التحليه بتاعتي. هضيف كوبايه سكر وربع كوبايه عسل ابيض. ضفت كوبايه سكر وهضيف ربع كوبايه عسل ابيض. وهقلب كله مع بعض. هقلب بقى كله مع بعض بقى، السكر وعسل النحل والرز بلبن. بعد كده بقى هضيف الايه، النشا. دي كوبايه لبن دوبت فيها معلقتين كبار نشا ومعلقه كبيره كريم شانتيه واربع نقط فانيليا سايله، ودوبتهم مع بعض. طبعا بدوب كل المكونات يا جماعه على البارد، واتاكد ان كل المكونات دبت معايا. هضيفهم بقى للرز بلبن بتاعي. بعد ما اتاكد ان السكر وعسل النحل دبوا في الرز بلبن، هضيف بقى ايه، كوبايه اللبن اللي انا دوبت فيها معلقتين كبار نشا ومعلقه كبيره كريم شانتيه واربع نقط فانيليا سايله زي ما شايفين كده. هقلب ايه الرز بلبن معايا كده لحد لما يتقل معايا. اول لما يتقل معايا في المرحله دي بقى ايه، هطفي النار. اروح بقى ايه، احضر الاطباق احط فيها الرز بلبن. ده حلاوه المولد اللي انا هضيفها للرز بلبن. ده ملبن ساده، وده ملبن بالسوداني، ودي مربى جوز هند بالمكسرات، ودي بسيمه بالمكسرات، ودي شكلمه، ودي قشطه باللوتس، ودي قشطه بالمكسرات، ودي جوز هند بالزبيب، ودي لذيذة، اللي هي اللذيذة البيضة بالمكسرات، ودي اللذيذة اللي هي البني بالمكسرات. انا مش هضيف سودانية ولا حمصية ولا سمسمية، لان هما بيفكوا في الرز بلبن. فالافضل ان انا بدل ما هضيف سودانية اضيف زيت الفول السوداني، ده الافضل اضيفها للرز بلبن. وبدل ما اضيف سمسميه اضيف حلاوه زبرد بالفانيليا او حلاوه زبرد بالشوكولاته، والشوكولاته تبقى ايه، طعمها احلى. والتانية برضه تبقى ايه، حلوه. دي حلوه ودي حلوه. يعني انا هستبدل السمسميه بحلاوه زبرد بالشوكولاته او بالفانيليا، وهستبدل الفوليه بزبده الفول السوداني.
وهضيف بقى ايه كيك، قطع كيك. ده كيك زبادي كنت عاملاه، ان شاء الله هبقى انزل تلات على القناه. وهضيف بسكوت ويفر، ده بسكوت ويفر بالشوكولاته، وده بسكوت ويفر بالفانيليا، وده بسكوت ويفر بالفراوله، وده بسكوت بالتمر. ولو عندكم بسكوت ساده برضه ممكن تضيفوه، ده حسب ما تحبوا انتوا. دي الاطباق بقى اللي انا هحط فيها ايه رز بلبن. هضيف بقى المكونات بتاعتي وارجع لكم. قطعت حلاوه الموز كده قطع زي ما انتم شايفين كده، وضفتها بقى دي اول طبقه. تمام. بعد كده بقى هضيف ايه تاني طبقه، في بعض الاطباق هحط فيها كيك، وبعض الاطباق هحط فيها ايه بسكوت. هوريكم. دي الاطباق زي ما انتم شايفين، رصيت بعض الاطباق حطيت فيها قطع كيك، ودي زيت الفول سوداني، ودي حلاوه بالشوكولاته زي ما انتم شايفين كده. بعض الاطباق زي ما انا قلت لكم ضفت فيها ايه زبده فول سوداني، حلاوه المولد، وزبده فول سوداني، وبعض الاطباق حطيت فيها ايه حلاوه المولد وكيك، وضفت فيها ايه حلاوه اسبريت بالشوكولاته والبندق. ولو عندك حلاوه الفانيليا برضو مفيش اي مشكله. ده بديل طبعا، زبده الفول السوداني ده بديل للفوليه، وحلاوه اسبريت بالشوكولاته والبندق ده بديل للايه للسمسميه. وضفت بعض الاطباق حلاوه المولد وقطع كيك، وضفت بسكوت سبريت اللي هو ايه اللي هو زي بسكوت اللوتس. وبعض الاطباق ضفت ليها ايه بقى، ضفت بسكوت حلاوه المولد وبسكوت بالعجوه. وبعض الاطباق ضفت ليها حلاوه المولد وبسكوت ويفر. خلاص. وبعض الاطباق عملت فيها ميكس بين البسكوت بالعجوه والكيك وحلاوه المولد، ده حسب ما تحبوا انتوا. يعني دي مجرد افكار، واللي انتوا ايه ترتاحوا له تعملوه. ده برضه عملت ميكس زي ما انتم شايفين كده، بسكوت ويفر بالشوكولاته، وبسكوت بالعجوه، وحلاوه المولد. ممكن احط معاهم قطع كيك. تمام. واضيف الرز بلبن، ده حسب ما تحبوا. انا بديكوا افكار وانتوا بقى ايه اللي تحبوه تعملوه. هضيف بقى ايه الرز بلبن. الرز بلبن بعد التقديم قدموا ألف هنا وشفا. عاوزه اقول لكم ان شاء الله تجربوا تعملوا بالطريقه دي ويعجبكم. بصوا انا هوريكم طبق. ده الطبق اللي احنا حطينا فيه قطع من حلاوه المولد، وقطعه كيك، وحطينا زبده الفول السوداني، وحطينا طبقه رز بلبن، وزودوا بالبسكوت كده زي ما شايفين. ممكن بقى تحطوا مع البسكوت كيك، وتحطوا معاهم حلاوه المولد. انا بديكم افكار، وده حسب ما تحبوا انتوا. عايزه اقول لكم فعلا انا عملته بالطريقه دي قبل كده، وعجبني جدا جدا جدا. قلت لازم انزل لكم الطريقه في القناه. ان شاء الله تجربوا تعملوه ويعجبكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو لا تشتركوا في القناه، وريت تدعموا بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.